هاد القصة وقعت ليا شي عام دابا، وقلت ضروري خاصني نحكيها ليكم باش حتى شي وحدة ما توقع في الغلط اللي وقعت فيه. ولكن حتى اليوم وانا كنحس بالحيرة ديالها. كانت عندي جارة، علاقة عادية، سلام وسؤال وشي هضرة خفيفة من الحين للآخر. واحد النهار جات عندي وهي مهمومة، باين عليها القلق، وقالت لي راه باغا تبيع دابها حيت محتاجة الفلوس بزاف. انا من نيتي قلت ليها الا بغيتي نمشيو نعبروه ونشريه انا منك باش ما تضيعيش عليك قيمته عند هايبي. فرحات بالكلام اللي قلت ليها ومشينا فعلا. تعبر الذهب وتشرى كامل بثمنه، شي 3 ديال المليون تقريبا. وكنت حتى انا مستلفه هي باش نكمل ليها المبلغ ديالها. وهي كتضحك وكتقول لي الا شي نهار بغيتي تبيعيه وكان عندي نعاود نشريه منك، راه الذهب ديالي عزيز عليا. انا فهمت الكلام على اساس مزيه ونيه زوينه، ما خطرش في بالي شي حاجه خايبه. داز الوقت والذهب بقى عند ماما، وراجلي هو اللي شراه، وكل شي واضح. حتى جا هاد الصباح وتفاجأت بالجارة جاية لعندي، وجهها فيه الفرحة وكتهضر بزاف. دخلت للدار وخرجت من الحقيبة ديالها 3 ديال المليون وحطاتهم فوق الطبلة قدامي. أنا تصدمت وقالت لي شكرا ليك بزاف، عمري نساليك هاد الخير. خزنتي ليا الذهب ديالي هاد العام كامل. بقيت كنشوف فيها، ما عرفت شنو نقول. قلت ليها بواحد الصورة الذهب راه عند ماما، وراه راجلي هو اللي شراه ماشي انا. قالت لي ما كاين باس، حتى الليل ونجي ناخدو من عنده. داك اللحظة حسيت براسي دخلت في واحد الدوامة كبيرة. ملي قلت راجلي شنو وقع تقلق بزاف، وقال لي بعصبية قولي ليها تبايعنا وتشارينا، سالينا الذهب راه تشرى وتخلص ماشي مخزون. وبقيت انا في وسط منهم. هادشي كامل قلبي ما بغاش يخسر مع الجارة، وفي نفس الوقت ما نقدرش نضيع حقنا ولا ندخل راسي وراجلي في مشكل اللي حنا فغينا عليه. تعلمت من هاد القصة ان واحد الدرس قاصح ليا: الطيبة راه خاصها تكون في حدود، والنية الزوينة خاصها تكون مفهومة وواضحة. ماشي اللي جا غادي نبقاو نعطيوه كلمة حقا اللي تريحو. لا، خاصنا نوضحوا الامور، حيتاش اي معروف بلا حدود راه يقدر يتحول لواحد المشكلة كبيرة، واي مساعدة بلا ترتيب وعي تقدر تسبب في واحد الوجع ديال القلب والتوتر، سواء الطرفين بجوج. وفي الاخير فهمت ان النية الطيبة والقلب الكبير راه ما كافيينش بلا حكمة، والخير الحقيقي هو اللي كيتصرف بالعقل قبل ما يتصرف بالقلب. راه ما فيها بس الواحد يحط النقط على الحروف وما يضرش راسه، ونتساعدوا علاش لا، بالتي هي احسن. ما نضرك ما تضريني. وهاد القصه كامله حكيتها ليكم باش ما تجيش شي وحده حتى هي ويكون قلبها حنين وبقات فيها جارتها او لا صاحبتها او لا اختها او لا شي وحده قريبه ليها وتوقع في نفس الغلط اللي وقعت فيه. خاصكم تحطوا النقاط على الحروف. لحد الان انا باقا في حيره، ما عرفت ما ندير.